السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ريان ستوري. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، ورمضان مبارك على الجميع. في فترة الثمانينات كانت واحد الشابة سميتها نزهة. كانت يتيمة الأبوين، كانت عايشة مع أختها وخوها. ما كملت قرايتها، اضطرت أنها تخرج تخدم في هذيك الفترة ديال العشرينات من العمر ديالها. تحت لها الفرصة أنها تخدم مع واحد المرأة فرنسية الجنسية، كانت عايشة في المغرب. يعني كانت عندها دارها في المغرب وساكنة هي في المغرب، وكانت نزهة كتقابلها لأن هاد السيدة هادي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت كتمشي في واحد الكروسة، وفي نفس الوقت كان عندها واحد المرض معين في راسها. يعني نزهة كانت كتقابلها، كتقوم لها بالواجبات ديالها اللي في الدار، من الماكله، من الشقه، من كل شيء، من النظافه. وعاد مسائل ديالها الشخصيه نزهة هي اللي كتكلف بها كامله، كتديها الحمام، يعني كل شيء هي اللي كديروا لها. وكانت كتهلا فيها، يعني بالاضافه للخلصه ديالها اللي كانت دايره معاها، كتزيدها عليها. ملي كيجيو العائله ديالها على برا، كيجيو يشوفوها، كيجيبوا لنزهة الكادويات، كيتهلاو فيها. يعني نزهة كانت حاسبه ديك السيده بحال الام ديالها، يعني حاسباها طرف منها، يعني كتأدي لها الواجبات ديالها زعما بكل صدق، وكتهلا فيها مزيان. وكانت مره كتخرجها هكا بديك الكروسه، كتخرجها للزنقه، كتخرجها هكا لشي جرده ولا شي مكان هكا عمومي باش كتشم شويه الهواء وهادي، وعاوتاني كتولي تدخلها. فهاديك الفتره اللي كانت كتخرجها نزهه، كتخرج داك السيده الفرنسيه لهذا تشم الهواء، كتجلسها في شي جريده ولا شي حاجه. تعرفت على واحد السيده، حتى هي كانت خدامه عند واحد الناس، وكانت كتجيب وليداتهم، عندهم واحد وليدات صغار، كانت كتخرجهم لداك الجريده كيلعبوا وداك الشيء بحال هكا. تعرفت عليها نزهه، بقاو كيهضروا هي وياها. هذيك الاخت الاخرى سميتها سعاد. المهم نزهه وسعاد ولاو كيهضروا بجوج. تعرفوا بيناتهم، انت بين خدامه هادي ما هادي، صافي ولاو عاوتاني حتى كيتفارقوا، وكيديروا انهم غيوليو يتلاقاو عاوتاني مره اخرى، وكيتلاقاو في ديك الجرده وعاوتاني كيبداو يهضروا وهادي. رجعوا صحابات بزاف، تقربوا زعما مع بعضياتهم، رجعوا صحابات. وحده كتمشي عند وحده. هذيك سعاد كتجي عند نزهة للدار، عند السيده اللي خدامه عندها داك الفرنسيه. وبعد شي مرات كتجيب معها داك الوليدات، تعرفت عليهم. هذيك الفرنسيه كتقول لها بقيت تجيبيهم، كتجيبهم تما كيلعبوا عندها. وعاوتاني الاخرى تمشي عندها بحال باكي حتى كيساليو الشغال وديك الشيء، وكيخرجوا بحال هكا لشي سوق يدوروا ولا يمشيو للحمام ولا المهم داك العلاقه اللي ولات بيناتهم ماشي دق، يعني تصاحبوا بالمفيد. هي هذيك جاب الله، هذيك القوريه، هذيك الفرنسيه. كان وصل واحد الوقت انها خصها تمشي دير واحد العمليه على راسها في فرنسا. صافي هي ديك مشات، منين مشات تقريبا شي عام سدات الدار وديك الشيء. هذيك هذا نزهة رجعت عند خوها واختها، وهي مشات باش تفتح على راسها. وهذا الشيء فاش وصل الوقت ديال العمليه، راه كانت سعاد دوزت مع هاد كانت نزهة دوزت مع هاد الفرنسيه تقريبا شي 16 سنه، وهي معاها مقابلاها. عاد مشات زعما باش تفتح على راسها. كانت مرة كتمشي لفرنسا وتجي، ولكن ما كتجلس شهر، 20 يوم هكا وكترجع للمغرب. ولكن دابا مشات واحد المدة تقريبا ديال عام فاش فتحت على راسها تما. نزهة بدات في ديك الفترة رجعت لعند خوها ولا عند اختها، جلست معاهم هي هذيك، وبقات كتسنى الفرنسية على ما ترجع. في هذيك الفترة اللي رجعت سعاد عند خوتها، تعرف عليها واحد الشاب جا خطبها. المهم جا خطبها واحد الشاب، ماشي مشكل، زعما هذا وافقت عليه وديك الشيء كان معروف حداهم. وهذه
كي قال هذاك ضربوا لك حلف بيد تزوجت به، صافي تزوجت بهذاك الشاب. مشات كرات في واحد البلاصه، قالت له نزها، قالت لراجلها، قالت له غادي نستقلوا بوحديتنا نكريو. قالت له بين ما رجعت الفرنسيه من فرنسا داك الساعات غنشوفوا معاها واش غادي نبقى نمشي نقيل معاها وزعما نرجع ولا قالت له راه بحال والو. قالت له نمشيو كاع نسكنوا معاها. قالت له هي راه ما تقدرش تفرقني، ولقاش انا هي يدها انا هي رجليها، راه ما يمكنش تبقى بوحديتها بلا بيا انا. انها زادت مسكينه تقدمات في العمر وزادت مرضات وديك الشيء. قالت له راه غير زعما تسالي الفتيح ديالها وداك الشيء ديالها وترتاح، راه دابا ترجع. المهم مشاو استقلوا. سبحان الله في نفس الوقت هذيك صاحبت هذاك سعاد اللي تاهي خدامه عند داك الناس، حتى هي تزوجت وخلاص هذيك، لان كانوا ناس زعما هذا صافي خرجت حتى هي من عندهم، مشات سكنت هي وراجلها في تما بوحديتهم. في الاول كانوا ساكنين قرابين، لان كانوا غير كيخرجوا تيتلاقاو في واحد الشرطه، من بعد سكنوا شويه بعاد، يعني خصهم واحد الوسيله ديال النقل باش زعما وحده تمشي عند الاخرى، ولكن بقاو في نفس العلاقه. وحده تتموت على وحده، داكشي ديالها بوحدي، داكشي زعما ديالهم بوحديتهم، بحال الخوت. واحد اللحظه دازت واحد المده، قالت لك نزهه تقريبا واحد العام، تيجيها الخبر بان مسكينه داك الفرنسيه توفات من بور داك العمليه، وهذه ما نجحت ليهاش، دوزت شويه مسكينه وتوفات. ايوا مسكينه شحال بكات عليها وتفقصات عليها، وزعما داكشي دارت عليها بوحديتو. ما بغاتش ما بغاتش تنساها، لان دوزت معها واحد المده طويله وكانت كتهلا فيها وكل شيء. ما بغاش تصدق بان داك الفرنسيه ماتت. وعرفتي شحال بكات وراجلها كيصبر فيها وقال لها زعما هادشي اللي عطا الله وهادي، وزعما وبقات فيها. واحد المره تيجي شي حد من العائله ديال دازت واحد شويه، وتيجي شي حد من داك العائله ديال داك الفرنسيه تيجي للمغرب، وتيجي لهاديك الدار اللي كانت ساكنه فيها داك الفرنسيه. علم الله شنو غيديروا فيها. المهم هما داكشي ديالهم، وكيقلب على نزهه. المهم النعت وديك الشيء تلقاها، وقال لها راني جيت وراه جبت لك زعما واحد الامانه راه خلاتها لك فلانه على داك الفرنسيه. شنو هي هاد الامانه؟ هي واحد المبلغ ديال المال، وهذا المبلغ كبير بزاف، يعني واصل لواحد 600 الف درهم. هذيك نزهه باش سمعت هادشي ما تيقاتش. قالت كيفاش زعما حتى لهاد الدرجه؟ قال لها داك السيد، قال لها زعما هذه راه نهايه الخدمه ديالك اللي وقفتي مع داك السيده، وكنتي انت المعد زعما كتعاونيها، وكنتي انت يدها انت رجليها. راه هاد المبلغ زعما هو اللي كتستحقي، وراه زعما خلاتو لك، هذه هي الوصيه ديالها. ايوا مسكينه شنقول لكم، زعما واحد الفرحه فرحت بوحديتها وكانت هي اصلا غير على قد الحال، هي وراجلها كارين غير على قد الحال. راجلها كان غير غير واحد الشاب هكذا اللي كيدور في ديك الاسواق الاسبوعيه كيبيع وداك الشيء، يعني ماشي شي عمل قار وهذا عنده. يعني فرحات مسكينه واحد الفرحه بوحديتها. ايوا المهم توصلت بالمبلغ ديالها كاش، جابتو للدار، عطاه لها السيد، جابتو للدار. بين قوسين اخوتي وخواتاتي، هادشي اللي كنعاود لكم انا راه سمعتو من عند السيده، زعما حكاتو بفمها، يعني هادشي راه عاودته السيده. ايوا هي هذيك سميتو عطاوها المبلغ. جات مسكينه حطاتو في الدار، عرفتي الفرحه داكشي بوحديتو، وبقات كتقول دابا شنو غدير به، شنو غادي دير بداك المبلغ. ما بغات تديه لا البنكه لا حتى شي حاجه. قالت لك هذاك الفلوس غدير بهم شي دويره لوليداتها. صافي حطت ديك المبلغ، وراجلها قال لها زعما هاد الشيء، هاد زعما السر هذا وهاد الفليسه تيبقاو. قال لها زعما ما تقوليهاش لاي واحد، خلي هاد الخبيزه مستوره، ما عندنا باش نفضحوا راسنا زعما نقولوها لاي واحد. تيدق هو زعما على ديك صاحبتها، واخا عرفت ديك صاحبتها راه مزيانه وهذا، ولكن قالت ما عندنا علاش.
وهي قالت له لا لا، قالت له صاحبتي انا ما نخبعش عليها، وصاحبتي هي عينيا وهي اختي وهي حبيبتي، ما يمكنليش ما نقولهاش هادشي هذا، خصني نقولها لها وبس. صافي وفتا اللي قالها راجلها، قالها دبر راسك. ايوا قبضت ديك الفلوس ودارتها في واحد الصنيديقه، ودارتها في واحد سميتو، خبعتها وصافي وخلاتها في الدار. قالت له تنشوفوا، قالت له شي دار، قالت له نشريوها، قالت له باش، قالت له نستقروا فيها مع وليداتنا. قال لها هو صافي. بقاو ديك الفلوس في الدار، وماشي بقاو الفلوس شهر لا شهرين، وبقاو سنين هما في الدار محطوطين. ما شرات بهم دار، ما متعت بهم راسها، ما حتى شي حاجه. ولدت جوج ديال الولاد، بقاو داك الوليدات كيكبروا عايشين غير على قد الحال، غير بداك الشيء ديال اللي كيجيب راجلها من سيمانه لسيمانه بداك الاسواق الاسبوعيه. ما هي من اللي لبسوا، ما هي من اللي تصبطوا، ما هي من اللي تساراو، ما هي من اللي حتى شي حاجه. كتعاين تشري الدار، شي دار ما شرات، وهما في واحد الحاله والفلوس محطوطه. ارينا صاحبتها سعاد حتى هي بدات كتولد وليداتها، ولدت واحد البنيته. فاش وصلت داك البنيته لواحد السن معينه، مرضت لها واحد الرجل ديالها. ملي مرضات لها رجلها، تنفخات لها، ما لقاوش الدواء وديك الشيء. قال لها الطبيب خصك تقطعي رجلك. فاش قالها لها جات لعندها، قالت لها دابا انا راه دقيت جميع البيبان ودقيت جميع سميتو، دابا راه انتي دابا اللي غتفكيني. قالت لها كيفاش؟ قالت لها سلفيني، ولا حقا شوفي شي حد يسلفني، انا بغيت نداوي بنتي، وراه عندي واحد الارض راه غادي نبيعها، خرجت لي في الورث ديال با، راه غادي نبيعها ونعطيك زعما الفلوس ديالك، ولا حقا اللي سلفني نعطيه الفلوس ديالو. قالت لها هي كيفاش انا كاينه وتمشي تقولي لشي واحد سلفني؟ انا قالت لها نسلفك نعطيك، ومنين قالت لها تبيع ارضك قالت لها اعطيني. قالت لها هي واخا. نوضي هزي داك الصناديقه هكذاك بداك الفلوس كلها، ما مهزوش منها الريال، وعطاتها لها، حطاتها لها فوق الطبله. قالت لها واش هادي تكفي؟ قالت لها كافياني. قالت لها لان اصلا، قالت لها راه العمليه غاليه. شوفوا هاد النيه ديال هاد السيده هادي، وهاد السذاجه هاد السيده هادي فين داتها. ايوا هزت الاخرى الفلوس وزادت مع الطريق مشات. بالفعل مشات ودارت لبنتها العمليه، حيدت المسكينه الرجل ديالها الله يشافيها ويعافيها، هذيك راه غير صبيه. زولات هذا ودارت لها البروتيز، وهبرات واحد المده تبقات كتقول عمرها ما غترجع. صافي هي هذيك واحد الوقت رجعات، لان فاش مشات وهبرات ودات البنت وهبرات، بقات تيقول لها راجلها نزها، تيقول لها دي راه شفتها مشات بالفلوس، ما رداتلناش الفلوس، بات ما صبحات كتقول له لا دابا تجي صاحبتي وحبيبتي واختي، ما يمكن لهاش تدي ليا فلوسي، دابا تجي. ايوا هي ديك حتى نهار اللي رجعات، فاش رجعات قالت له ها انت واش كي ظلمتيها؟ ايوا هي جات، ايوا هي اللي كتهدا. ايوا قالت لك نهار جات، قالت لك فرحات بيها وجايبه ديك البنت بالبروتيز، زعما الحمد لله اللي حيدت عليها داك الضر وهذا. ايوا صافي هي هذيك دخلت زعما ضيفتها وداك الشيء، وهذه قالت لها اختي نزهه راه غير تبع ليا الارض، راه نعطيك فلوسك، نعطيك سميتو ديالك. قالت لها هي صافي، قالت لها هي واخا وداك الشيء. ايوا على ما تبتاتها ورجعت لدارها، جمعات اللي جمعات وباتت ما صبحات، وخلات مسكينه نزهه، خلاتها مسكينه لا فلوس لا حتى شي حاجه، ومشات ما بقى عندها بها لا اتصال لا حتى شي حاجه. دابا هاد الشيء اللي كنعاود لكم عرفتي فوقاش، هاد الشيء دابا في التسعينات، هاد الشيء دابا وقع في التسعينات. دابا ما كانوش داك الهواتف الذكيه بهاد زعما بهاد التكنولوجيا دابا اللي ولات دابا بحال دابا ديال هاد الفيديوهات وهاد التصاور وديري تصاور مع بنادم وهادي. ما كانش ديك الشيء في داك الاواخر ديال التسعينات، ما كانش هاد الشيء هذا بحال دابا. حتى اللي عنده شي تليفون ماشي ذكي لواحد الدرجه. واصلا مسكينه هاد نزهه كانت ما كدير حتى شي حاجه لراسها، ديما حاضنه على داك الفلوس، كتقول كندير بهم شي دار لولادي. ساعه صدقت ما دايره بهم حتى شي حاجه، ما متعت راسها. دوك الولاد ما دارت لهم والو،
وداتهم لها الاخرى هكاك وخلاتها. دابا الغلط اللي دارت هاد النزهه هو انه فاش عطاتها الفلوس ما دارت معاها لا وثيقه، ما دارت معاها لا داك سميتو داك هذا ديال الدين زعما بانها سلفاتها، ما مشاو قاليزاو شي ورقه. نزهه كانت تيقه في سعاد ثقه عمياء، داكشي علاش عطاتها فلوسها وبقات فيها هذيك البنيته. قالت غادي نعالجها وغادي زعما غنساهم بانها زعما غتعالج وغنكون انا هي السبب وغترد لي هي فلوسي. ولكن سعاد كانت لا، سعاد كانت غداره وكانت باغا تدي لها فلوسها. نهار اللي ساقط لها الخبر بان الفرنسيه عطاتها الفلوس وهي حاطه عينيها على داك الفلوس، حاطه عيني. وتقدر كاع هاد العمليه ما تكونش بداك المبلغ كامل، ولكن هذيك السذاجه اللي كانت في سعاد وهذيك النيه الزايده بزاف اللي كانت نيه، وهذيك الثقه اللي كانت دايره بصاحبتها، فاش قالت لها واش هذا المبلغ كله، قالت لها ايه كله. وراجلها ما قد لا يهضر لا يتكلم، يعني صافي كتبرك فيه، كتقول له صاحبتي هي صاحبتي. ولهذا انا زعما شنو خديت من هذه القصه هذه، زعما العبرة اللي خديت منها هي أن أي معاملة مالية الإنسان خصو يوثقها مع أي واحد، كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كيف ما بغات تكون القرابة اللي بينك وبين داك الشخص اللي غادي تسلفو الفلوس، خاصك توثق معاه داك المعاملة عند نوطير ولا عند عادل ولا عند محامي، ولا المهم توثق رزقك، حقك خصك تضمنه، ما تسمحش فيه، باش ما نوقعوش في الغلط اللي وقعت فيه هاد السيده هادي، لدرجه ان مسكينه واحد النهار هاد نزهه بغات تقطع يديها اللي هزو داك الفلوس وحطوهم للسيده حداها، حطتهم لصاحبتها حداها، بغات تقطع يديها. ودابا ضيعت لها مستقبل ولادها، ضيعت لها حياتها، مسكينه جاها الاكتئاب، مرضت، زعما الله ياخذ حقها وصافي، الله ياخذ حقها، الله ياخذ حقها. يلا خوتي، كنتمنى تعطيوني الرأي ديالكم في هذه القصه هذه، وشكرا جزيلا. ما تنسونيش من ابوني ولي لايك ولي كومونتير زوينين، والى اللقاء.